وفد من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تحت رئاسة الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب بزيارة للعمارة التي انهار سقف بهوها أخيرا بمدينة مكناس. وقد عاين الوفد الاستقلالي مختلف الأضرار والتصدعات التي تعاني منها العمارة المذكورة، واستمع لمجموعة من السكان المتضررين والذين حملوا مسؤولية الحادث لإحدى الشركات التجارية التي باشرت أشغال الإصلاح دون أن تتخذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية اللازمة. وقد عبر الأخ حميد شباط عن تضامن حزب الاستقلال مع السكان المتضررين، داعيا الوزارة الوصية وكافة الجهات المختصة إلى ضرورة الإسراع بتوفير السكن للأسر المتضررة التي وجدت نفسها بشكل مفاجئ شبه متشردة تنتقل بين بيوت العائلات والأحباب. كيف كتشوفوا أنا الآن كنتواجدوا في الموقع البهو اللي طاح اللي جر العمارة. السبب ديالها هو أن جات دارت المشروع ديالها هنايا وبدات كتحفر بجميع الوسائل بدون مراعاة الساكنة، الاشتغال 24 ساعة على 24 ساعة. بالنسبة جا واحد كانوا على أساس أن غادي يكون إن شاء الله الافتتاح في الأواخر ديال ديسمبر، وكانوا العائلات كانوا في البيوت ديالهم شوية وهي نحسوا بواحد بحال شكل شي زلزال هبط داك البهو. الناس خرجوا بلا حوايج، يعني بملابس المنزليه بالسميجات، منهم كاينين الناس اللي هما مرض بشكل كبير ما لقيناش اللي خرجهم من بعد تخرجوا يعني بصعوبه. اللي حتى الان حنا كنتسائلوا علاش ما داروش معنا المحضر، علاش ما خداوش الاقوال ديالنا كمتضررين، علاش ما كايناش حلول استعجاليه، علاش ما كاين مجموعه ديال التساؤلات. داكشي غير واضح جدا، ما عرفناش شنو هي الاسباب. يعني ما كنطالبوش بشي حاجه كبيره، كنطالبوا بان درتوا مشروع الله يسهل عليكم، ما عندناش حنا المشكل، ولكن اللي مهم عندنا بالدرجه الاولى هو اننا وفروا لنا المسائل. بغيتوا ديروا مشروعكم ديروه، ما عندناش العيب، ولكن وفروا لنا كساكنه، وفروا لنا رحنا سكان، وماشي عيب انكم ما تشاوروا معنا، ما داروا بلايك اللي كتبين بان راه المشروع ما عرفناه واش مشروع يعني كرون طرافو ولا مشروع غير اصلاحات جزئيه، ولا يعني ما واضحه حتى شي حاجه عندنا. اللي حتى الان الله يجازيكم بخير كنطالبوا بامر اللي هو مهم عندنا حنايا، كنطالبوا بالدراسات اللي دارت الاوليه قبل بدايه المشروع، كنطالبوا نسخه منه، كنطالبوا باننا يدنا محضر، وهذو من المسائل اللي من حقنا كمواطنين. وشكرا.